موجود معنا على التليفون اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري. برحب بحضرتك معنا يا فندم. اهلا وسهلا. يعني سيادة اللواء، حضراتكم او على لسان حضرتك كان قلتوا ان تلقيتوا مئات البلاغات اللي بتطالب باتخاذ الاجراءات القانونية ضد النائب زياد العليمي، فهل بما دار النهارده في مجلس الشعب واحالة النائب زياد العليمي لهيئة المكتب، نقدر نقول ان المسألة يعني في طريقها للحل عن طريق مجلس الشعب، ولا في تصرف اخر على المستوى القانوني من قبل هيئة القضاء العسكري هيتم اتخاذه؟ لا، انا هسرد على حضرتك او على الساده مجرد البلاغات اللي وردت للهيئه. احنا تلقينا اعداد غير محصوره بتعد بالمئات من ضباط في القوات المسلحه، عاملين ومدنيين ومتقاعدين، بتسرد ما وقع من النائب زياد العليمي من اقوال معاقب عليها قانونا، تتضمن اهانه للقوات المسلحه وقائدها ورمزها، واللي هو اطلاق اشاعات كاذبه ضد المجلس العسكري والقوات المسلحه من شأنها تكدير الامن العام والحاق الضرر بالمصلحه العامه، وكلها جرائم مؤسسه قانونا بمعاقب عليها في قانون العقوبات. والواقعه المنسوبه للسيد النائب المحترم وقعت بتاريخ 17/2/2012 بمدينه بورسعيد في وسط سله من المرافقين، والعجيب او كحسبما ورد بالبلاغات ان هم بيتعجبوا من مسلك السيد النائب. يعني ده حضر للمدينه علشان يدعم من موقفها ويفك ويدعمها ويقول انها يعني ما لهاش علاقه بما حدث. طب ايه علاقه القوات المسلحه وايه هو الداعي ليه ان هو يهاجم القوات المسلحه ويسب بالفاظ ابرأ به منها؟ يعني مش متصور ان هو نائب محترم يطلق على رئيس المجلس العسكري وقائد القوات المسلحه وقائدها الاعلى مثل هذه الاقوال، ولا تعليق على ما ورد في البلاغ طالما الامر متعلق بتحقيقات بتجرى فعليا. واحنا حاليا بنتلقى الناس موجودين في هيئه القضاء بيتقدموا ببلاغات ضد السيد النائب. طبعا ما اقدرش اعلق لان في اجراءات المفروض انها تتبع. اذا كان هنمشي في الاجراءات لسه مساله رفع الحصانه يا فندم، المفروض لو في جريمتين جريمه السب وفقا لقانون الاجراءات لا تتطلب اذن من المجلس وفقا للماده 9 من قانون الاجراءات، ولكن في جريمه اخرى ده حسب ما جاء ببلاغ، احنا لسه بندرس الموقف القانوني. وفي جريمه اخرى بالنسبه للاشاعات الكاذبه دي كلها لسه بتدرس. يعني الامر ما زال قيد الدراسه. بس يا فندم يعني عايزين نفهم النقطه القانونيه دي، يعني مش الحصانه لازم انها ترفع اولا علشان يتم التحقيق مع عضو مجلس الشعب؟ اذا كنت احقق معاه لسه ما حققش، انا بتلقي البلاغ فيه كل اللي انا بتلقيه مجرد بلاغات. لسه لم تبث اجراءاتي السيد النائب. يعني لكن هناك نص في قانون الاجراءات في الماده 9 من قانون الاجراءات ما زالت محل دراسه، ممكن ان انا اتخذ اجراءات في واقعه محدده منها دون الرجوع للمجلس. لواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا.